امشي ان شاء الله. اهلا صحيح. اهلا نورتنا. يبارك فيك حكيم. لاباس صحيح بشرك. لاباس اهلا كيف لاباس لاباس نعطيكم شي حلقه احنا المكتب تاع المكتب. اي ما شاء الله. شو اسمها؟ المنظمه الوطنيه لتثقيف المجتمع المدني. هذيك اللي تثقيف المدنيه المهم. سنة لمرضى السرطان الجزائر العاصمة. اليوم المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع هذه الجمعيات يقود هذه القافلة التضامنية تحت شعار شتاء دافئ لمناطق الظل، ونحن اليوم نتواجد في بلدية مزاورو دائرة لاغ. هذه القافلة التضامنية للمعوزين، لعائلة المعوزة وللرياضيين. هذه القافلة هي رقم 2، يعني كانوا قاموا من قبل في 18 جونفي من العام 2023. القافله كانت رقم 1. هذه القافله رقم 2 حنا نشكروهم، راهم اولوا يعني اهتمام خاص لبلديه مزاورو. هما كانوا شافوا باللي كاين عائلات معوزه، كاين عائلات فقيره اللي محتاجه للمساعده. وكي شاف سي يعني بلديه مزاورو يكون لها لجنه الشؤون الاجتماعيه فكر خطط كل من ساهم وانجز هذا الانجاز اليوم، الانجاز التاريخي. نشكر من ناحيه الصحه باذن الله ان شاء الله. المجلس الشعبي الولائي، اولا سيد الرئيس، من ضمن هذه الهبه التضامنيه هي نظرا للاستقرار. اولا نبارك لك التوصيه تاعك كرئيس المجلس الشعبي البلدي. في بلديه مزاورو ان شاء الله رانا غادي نشوفوا نقسموهم على العائلات المضرة والمعوزه. حللتم اهلا ووضعتم سهلا في بلديه تودموت للضيافه المجاهده، وهذا تزامنا مع احياء الذكرى 34 لليوم الوطني الشهيد تحت شعار عز الامه وعهد الرجال، الذين لولا تضحياتهم لما اجتمعنا في هذا اليوم المبارك والذي زاده بركه. طالب السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي وتحت اشرافه في الولايه تاعنا، ومن بينها هذه تودموت اللي نعرف باللي ان كاين هناك نقائص بزاف في المجتمع، وكاين نقائص بزاف في البلديه اللي راهم عايشين الغبينه، عايشين ربما كل واحد هنا في الاباء راه باغي يقري ولده، وراه باغي يحسن العيشه تاعه، وراه باغي مش عارف انا يتمنى باش يوصل بعيد ان شاء الله باذن الله. وهذه نعرف باللي هذه منطقه الرجال، لخاطر اللي مش يسمح روحه لانه عايش في هذه المنطقه، هذا انا نعتبره باللي راجل ونص ومراه فحله، لخاطر لا نحن عايشين في الدنيا. مديرة فرعية مستشفى حديد عيسى بفلان. اليوم تم تنظيم قافلة طبية متخصصة بجميع التخصصات إلى بلدية تودموت. هذه الخرجة ثابتة للمؤسسة، تضم أطباء أخصائيين، أطباء عالمين، أطباء نفسانيين. تم فحص لحد الآن أزيد من 20 مريض، ونحن دائما في خدمة المريض، وهذا لتقرب الصحة لمناطق الظل للمواطن. شكرا جزيلا.
والسلام على رسول الله. بمناسبة اليوم الوطني الشهيد المصادف 18 فبراير 2023 ارتأى المجلس الشعبي الولائي لولاية سيدي بالعباس وبالتنسيق مع المنظمة الوطنية لترقية المجتمع المدني فرع تليغ ودار الحسنة لمرضى السرطان في الجزائر العاصمة بتنظيم قافلة تضامنية لمناطق الظل تحت شعار شتاء دافئ. ونحن الآن نتواجد ببلدية تودموت بعد أن كنا في بلدية مزاورو. الآن نتواجد ببلدية تودموت دائرة ميرين، وهذا هذه القافلة التضامنية لأجل المعوزين والفقراء واليتامى لمناطق الظل من مواد غذائية وألبسة وأفرشة. وكما هو معروف ونيابة عن رئيس المجلس الشعبي الولائي وبصفتنا رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الولائي، كانت هذه القافلة التضامنية في هبة تضامنية بتضافر كل جهود من المجلس الشعبي الولائي وهاتين الجمعيتين لتنظيم هذه القافلة من أجل إيصال ومد يد المساعدة والعون لإخواننا في هذه المناطق النائية والمعزولة. وكما هو معروف بالنسبة للمجتمع الجزائري مبدأ التكافل والتضامن والتعاون، وهذا من أجل أن نعيش في وطن واحد، جزائر العزة والكرامة.